مدد يا رسول الله. استغفر الله العظيم. أجمع أهل العلم على أنه من استغاث بغير الله فقد كفر. من استغاث برسول الله أو استغاث برجل صالح فقد كفر إجماعا. من توسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر إجماعا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعك وأنت تقول مدد يا رسول الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو استغفر هذا الشخص، هذا نوع جديد آخر طلع بعض الأوائل الذين انتهت صلاحيتهم، وبعضهم دخل في السجن، العريفي وآخرين، يعني النجوم الزاهرة التي كانوا يظهرون على الإعلام في سنة 2005 و6 و7 و8 و9 و10، وسياحاتهم وسواعد الإخاء والرفاهية والسفر إلى الغرب والدعوة كالعريف وغيره، وسلمان عودة، ملأوا ومحمد حسان ويعقوب والحويني، ملأوا العالم ضجيج ببهرجاناتهم وجمالهم، يعني وأناقتهم ورفاهيتهم وسفرهم إلى الغرب، يتسلقون صهوات منابر الإعلام 24 ساعة، 2 و3 و1، كل واحد بعد الآخر عقد من الزمن، حتى أتبعهم الناس كلهم أغنياء ورفاهية وسياحة إلى الغرب وتركيا، ثم انقرضوا ودخلوا في السجن بعد أن سجعوا على كل شيء. ثم ظهر بعضهم هذا النوع الآخر الذي لا أعرف من أين هو، هل من تلك الدول التي وعلى أثر أولئك أيضا يسير، يقول ماذا يا رسول الله، ثم يقول استغفر الله، كأنه قال كلاما شركا أو كفرا أو إثما أو ذنبا، يعني ماذا يا رسول الله، ثم يقول استغفر الله. فقال أجمع أهل العلم، إجماع المسلمين. ثم أهل العلم هذا لم يذكر منهم ولا شخص واحد، لا ذكر. نحن نعرف أن الإجماع إذا وقع إما أن تقول إجماع الصحابة والتابعين واتباع التابعين أو العلماء وفقهاء المجتهدين الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ففي إغلاب إذا قلت الأجمع أهل العلم أن يكون المقصود به الأئمة المذاهب الأربعة، هذا هو الإجماع المعروف، يعني استقرت عليه الأمة الإسلامية منذ 1000 سنة، هكذا هو الإجماع. وكان ذلك قبل إجماع الصحابة، وإن كان يتعذر إجماع الصحابة وجمعهم في مكان واحد، يعني لأن أقوالهم لا تضبط، يعني ما قال إجماع العلماء. من الذي يستطيع أن يقول إجماع العلماء؟ هل أنت استقصيت علماء العالم الإسلامي كلها، علماء القارات كلهم حتى في بلدك، ورأوا المسألة وتكلموا فيها وألفوا فيها، كل عالم يعني وقف على هذه المسألة وتكلم فيها، حتى استحصيتهم استقصاء هذا قياسا مضطردا، يعني بالاستقراء، يعني الاستقراء كلهم استقريتهم كلهم، لا تترك عالمة حتى تقول هذا الكلام في كل القرون. هذا كلام باطل وكذب. إنما يقصد بالعلماء ابن عثيمين وابن باز والفوزان وربيع المدخلي واللحيدان وابن عبد الوهاب وابن تيمية فقط، 5 و6 فقط تجمع العلماء، أجمع أهل العلم. إذا قال لك الوهابي أجمع العلماء، فقطعا لا يريد من ذلك، من هذه التسمية، إلا ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللحيدان وابن عبد الوهاب وابن تيمية، يعني 6 5 7 فقط، أقل من عدة أصابع الكف الواحدة. يعني غريب، يعني علماء عندهم هكذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر. وهذه هذه المقحمة فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل أنت إذا طلبت من الشخص ما لا يقدر عليه إلا الله، هل كفرت بذلك؟ هل هذا من الردة؟ وتقول هو عبث
وتقول هذا ما لا يعني، فكيف جعلته من الشرك إن تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله؟ أنا إذا طلبت منك أن تصعد إلى السماء، هل أنا كفرت؟ هل أنا إذا طلبت منك أن تجعل هذه الأرض ينطق، أو هذه الشجرة تنطق تتكلم، أو هذه الشاة تنطق تتكلم، هل أنا كفرت بهذا ما لا يقدر عليه إلا الله؟ هل إذا طلبت شيئا لا يقدر عليه الله فهذا يعني كفرت؟ قال بذلك من الذي قال؟ من الغبي؟ من هو الغبي الذي قال بذلك؟ ما هذه المعايير التي يرددونها أمام الناس، وهذا بلحيته الطويلة، وبلحيته الطويلة يتكلم بثقة يقول استغفر الله، على ما تستغفر الله؟ على ترهات خرجت من رأس فارغ ليس فيه من العلم ولا حبة خردل ولا شيء. أجمع العلماء في أي كتاب نجمعه، وفي أي زمن نجمعه، ومن هم أولئك الذين تقول عنهم العلماء؟ هل أصلا أنت تعرف من هم العلماء أصلا؟ هل أنت منهم؟ من الذي وجمعهم واستقرأ كلامهم، وعلى أي مسألة جمعوا؟ هذا الغباء الذي يظهر في كل واحد يأتي أمامه يسجل مقطع فيديو ويرسله ويسرسل فيه ويدندن فيه بكلام يعني لا يقوله العقلاء أصلا، ويتكلم كما يشاء كيف ما يشاء على ما يشاء أي شيء يشاء بكلام يعني وهو لا يعرف أصلا، وجوه غريبة، تكلم بكلام غريب. هذا الرجل الذي كان يمزق كتب العلماء، ذا الفقار هذا علي، هذا الذي ظهر لا يعرف أين يمزق كتب العلماء ويكفر المسلمين بهواه فقط. وقفت على مقطع فيديو لأحد صبيان التيك توك واليوتيوب من الذين تمشيخوا على هذه الأمة، وإنه والله صلى الله عليه وسلم قد صدق بأبي وأمه حين قال: شاب في أول العمر يضع الغترة والأزي السلام. هي كتب أهل البدع من طرقية متصوفة وغيرها، هي كتب طبعات نفيسة تراودني نفسي أن أبيعها وأخذ كتب سلفية بثمنها، لكن أن تبث هذه الكتب بين يدي الناس وكأنك تبث بهم مرض السرطان، بل أخطر من مرض السرطان، فكيف أتعامل معها؟ يعلمك كيف تتعامل مع كتب أهل البدع رغم أن ما كان ثمنها، ولو كانت طبعات فاخرة هذه الكتب، لكن هكذا تتعامل مع هذه الكتب، هكذا وترميها مثل ما هي بالقمامة. ولا يكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرض يبعث بها بدعا وخرافات، فإن هذه الأمة إن لم تحيا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تحيا أبدا. هذه الكتب التي سبحان الله جعلت الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة، هذه مثل ما هي ترميها بالقمامة. فجعل كل شيء قولك مدد يا رسول الله، هذا كفر. يقول استغفر الله، يستغفر من كلمة مدد. إذا كان الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به تستغفر منه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أمر الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا نبي محمد يا نبي رحمة، إني أتوجه بك إلى ربي، هذا مدد. هذا كلمة السر للصحابة في بعض غزواتهم يقولون أظنه يوم اليمامة ومحمدا، هذه كلمة معروف بالعربية استغاثة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى يعني انتقل إلى ربه ويقول عنه ومحمدا. هل كفر الصحابة بإجماع علمائكم هذا اللي تذكرهم؟ أنا الكفار كلهم صاروا كفار يعني، سبحان الله. أنا لا أعرف من أين يتلقوا هؤلاء مثل هذا العلم، أي علم فأي نص فأي كتاب يتلقون معلوماتهم وعلومهم؟
كلام هذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع المسلمين ولا كتاب واحد من كتب علماء المسلمين المعتبرين أبدا إطلاقا في تاريخ الإسلام. لا يستطيع أن يذكر لنا أين هذا الكلام الذي يدعيه إلا في كتاب ابن باز وابن عثيمين ومثل هؤلاء الخمسة والستة الذين جعلهم هم فقط العلماء حصرا. يدخل أحدهم يقول لك العلماء فلا يذكر اسماء العلماء، يتكلم كما يشاء. نحن نعرف العلماء الذين يعتمد عليهم، لأن هذا الكلام لم يقوله إلا 5 من أهل نجد. هذا الكلام لم تقوله ملايين المسلمين علماء المسلمين في تفاسير القرآن وفي شروح الحديث ولا في تاريخهم، ولا واحد. ليس فيه خلاف يعني جواز المدد أن تطلب من الله بجاه فلان، ليس فيه خلاف ولا شيء، بل يستحب. الرجل الصالح هذا صالح، وكيف صار صالحا؟ أنه يحبه الله ورسوله. ليس في حديث هذا الذي ذكر عنه أويس القرني لو طلب يعني من الله في ربيعة ومضر يستشفعه الله فيهم، يعني الرجل الصالح له شفاعة يعني. وهناك في الحديث إنما ترزقون بضعفائكم بسبب ضعفائكم، يعني النصوص الدالة على جواز هذا الذي يكفر بسببه ويقول سبحان الله استغفر الله. لا أعرف هذا الشخص، يعني لا أعرف يعني هل هذا الشخص في كامل صحته العقل، لكن كلهم وهابية هكذا، وهابية وكلهم هكذا. سبحان الله سبحان الله. أنا أستغرب من كلامي. أنا لا أظن أن العلماء سترد عليه لأنه جاهل لا يستحق، لكن كلامه هذا سيلقى آذانا صاغية عند الجهلة العوام. استغفر الله وبلحيته الطويلة كأنه حكى كلاما كفريا. لن تجد كلام هذا كأنه كفر في جميع الكتب التي تكلمت وأبواب في الردة، لن تجدها إلا عند حمود التويجري أو الغامدي في النواقض العشر أو ابن عبد الوهاب. هؤلاء ليسوا علماء أصلا. العلم ليس هكذا، يعني ليس أنك تقول أنك عالم أو يقول لك مثلك من الجهال أنك عالم فستصير عالما. كلامه مردود عليه 1000 مرة. كلامه ليس له، لا يقوله عالم من علماء المسلمين، إنما قاله 5 أو 6 من أهل نجد، وهم لم يسبقهم إليه إلا ابن عبد الوهاب، ولم يسبق إليه عبد الوهاب، لم يسبق بكلام هذا، لم يسبق إلى هذا الكلام، لا أحد يقوله، لا أعرف من أين وجده إلا من طنين رأسه فقط. سبحان الله. هذا الشخص الحدث الجديد هذا على أي أساس تكفره؟ ثم على أي أساس تقول من استغاث؟ أليس في عرصة القيامة فاستغاثوا بآدم فاستغاثوا فلازوا فطلبوا استغاثة؟ هل كفروا؟ هل هناك نبي قال عنهم أنتم كفرتم؟ وكل نبي مرسل دلهم على غيره حتى وصلوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها. إذا كان الكفر في القيامة وفي الدنيا وفي بداية الدنيا وفي آخر الدنيا كله كفر، ليس هناك وقت أو زمن يكون فيه الكفر مباح. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المدد هذا يعني العون. ثم يقول الرسول لا يسمع ولا يرى ولا يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا بلغته، إلا سيصل إليه. هذا الشخص الفقار علي هذا تكفيري مزق الأمة ومزق كتب علماء المسلمين الذين كان العالم الإسلامي يعتمد على فتاويهم، وشملت كتبهم جميع العالم الإسلامي، وضم هؤلاء الكتب والفتاوى شمل المسلمين، وصارت بيضة الإسلام محمية بسبب علومهم الرزينة والراسخة والجميلة التي جمعت بين المسلمين منذ 1000 سنة. كتبهم عمدة في كل شيء. ثم يأتي مثل هذا الشخص يضرب أقوالهم عرض الحائط، ثم يأتي باسماء علماء جليل لم تعرف لهم الأمة سابقة في الإسلام حميدة، يعني سابقة حميدة. ثم يسمح لهذا الشخص هذه النكرة أن تخطب وتدرس في مساجد المسلمين. هذا فيما أظن أنه مكتوب عنده على صفحته أنه سيلقي دروسا في جامعة في ريف دمشق. إذا كان هذا يمزق المسلمين ويكفر أمة الإسلام وعلماء وعمدة المسلمين يعني اللي هم علماء يكفرهم،
فكيف يسمح له إذا كان البلد يريد الاستقرار مثله؟ هذا فتنة، أبواق الفتنة. ما دام مثل هذا يتكلم في شؤون العامة في دين المسلمين فلا تقوم قائمة لذلك البلد أبدا، فلا تقوم له قائمة. هذا الشخص ينبغي أن يضرب على يديه وأن يمنع الخطابة، لأنه لا يجمع. هذا من أبواق الفتنة. جاهله مركب وتكفيري وداعشي بامتياز، وخطابته تمزيق وتفتيت المسلمين. فلا أعرف كيف يسمح لمثل هذا أن يتصدر هذا المشهد. لا أعرف كيف سمح له. هذا إذا لم يحجر عليه فستكون هناك فتنة في جميع مثل هذا الشخص. لا ينبغي للدولة أصلا ولا لأمور المسلمين أن يتركوا مثل هذا الشخص الجاهل الصغير، لا يعرف وليس له إلا التكفير والتبديع والتفسيق. لا يوجد عنده مسلم إلا 5 من أمثاله في العقيدة فقط. هذا غريب.